انت ممكن تكون مستغرب ليه الزملكاويه بيحتفلوا بالتعادل مع الاهلي. احب اقول لك انه من 20 سنه بس احتفلوا بالخساره من الاهلي. ايوه والله زي ما بقول لك كده، الزمالك كان بيلعب حرس الحدود وخسر 5-0 في نتيجه كارثيه وفضيحه، والماتش اللي بعده على طول كان هيقابل الاهلي. فتخيل بقى فريق خسر من الحرس 5 هيعمل ايه قدام الاهلي. تخيل بس كده، هيحصل فضيحه حرفيا، صح؟ عشان كده الجماهير طلبت من مرتضى منصور انه ينسحب وقتها امام الاهلي، وهو انسحاب ولا يبقى في 6 جديده مثلا يتحفل علينا بها كل شويه، خصوصا ان اخر مواجهتين امام الاهلي خسر 4 و3. يعني الاهلي كان دايس على الزمالك في الملعب وقتها، بس مرتضى صمم ان هو يكمل ويلعب عشان فعلا الاهلي واجه الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في 2005. المباراه بتبدا بتسديده خطيره لحسن مصطفى، والعارضه انقذت الزمالك من اول اهداف القمه، ومتعب يرد بتسديده بينقذها حارس الزمالك. فمتعب يجي من عمق الملعب اللي بيلعب 1 و2 مع ابو تريكه، ومتعب يلف بمدحت عبد الهادي، وعلى الهادي بيحط هدف بشماله عالمي. الكرة دي جابت لمدحت عبد الهادي الغضروف، مش تريقة والله، لا فعلا هو جاله الغضروف. متعب الايمن شاط بشماله، فاكر